السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. وطبعا في البداية كده حابة اقول لكم عيدكم مبارك وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب الايام اللي فاتت دي في يوم عرفة وفي العشر من ذي الحجة يكون ربنا استجاب كده لكل دعواتكم، وتكون الايام الجاية استجابة وتحقيق لكل الدعوات الحلوة اللي احنا دعيناها. طبعًا أنتم وحشتوني كتير، 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 يعني مش قادرة أقول لكم إزاي، وحابة أعتذر لكم على الفترة اللي أنا غِبت فيها، بس باوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية إن يكون في فيديوهات أكتر وربنا يعينّي ويقويني، لإن اكتشفت إن الفيديوهات دي من الحاجات اللي يعني بتريحني نفسيًا جدًا يا بنات بشكل مش طبيعي. الفترة اللي فاتت دي كان عندي اكتئاب، أو داخلة على دور اكتئاب كده زي دور البرد بالضبط، وكنت مش عارفة إيه سببه. قعدت أدوّر، مش عارفة بجد أنا إيه اللي مزعّلني الزعل ده كلّه، وليه الاكتئاب ده عندي. قعدت أدوّر وأبحث كده بقى كده جوايا، لقيت إن أنا في حاجات فعلًا باحبها بطّلت إن أنا أعملها، ومن أهم الحاجات اللي أنا باحبها وبطّلت أعملها الفيديوهات دي والروتينات دي. ومش حتّة ترويق وإن أنا باورّيكم باروّق إزاي والجو ده، قد ما هي حتّة إن إحنا بنتكلّم ونفضفض مع بعض، وبالاقي ناس كتير محترمة معايا، فدي من الحاجات النفسية اللي بتريّحني جدًا، جدًا، جدًا. فإن شاء الله الفترة الجاية أقدّم لكم فيديوهات كتير حلوة، ونقدر إن إحنا نتكلّم فيها مع بعض. بُصّوا بقى، في موضوعات كتير أوي عايزة أتكلّم معاكم فيها، بس الموضوعات اللي هي بتستفزنا في المجتمع، أو اللي هي موجودة في بيوتنا، موجودة مع أصحابنا، موجودة حوالينا. من أهم الحاجات اللي موجودة في بالي الفترة دي، يعني اللي معلقة أوي في دماغي، حتّة إن واحدة تتكلّم وتقول إن خطيبها مش مهتم بيها، بمعنى مش بيكلمها خالص ولا بيزورها ولا كإنه خاطب أصلًا. والاهتمام اللي باتكلم بيه مش اهتمام مادي، يعني مش اللي أنت لازم تروح وتجيب أغلى هدية في العالم ونجيب لها موسم اللحمة. لأ يا جماعة، الحاجات دي خلاص بطلت، بطلت وبقت بايخة أوي في ظل الظروف اللي إحنا بنمُر بيها. أنت دلوقتي عشان تجيب مثلًا لحمة لخطيبتك بقى وداخل عليها بالموسم، هتجيب لها مثلًا 2000 جنيه. طب ما ال2000 جنيه دول فعلًا، يعني لو أنا بنتي خاطبها وكده يعني، هاقول لها لأ، ال2000 جنيه دول يجيب بيهم حاجة في بيته أحسن. وأنا هارفض جدًا إن هو يجيب حاجة زي كده. لكن أنا باتكلم عن الخطيب ده اللي هو مش بيهتم أصلًا، مش بيتكلم. عارفين حتّة الاهتمام مش موجودة أصلًا. غير بقى لو هُم مثلًا اتكلموا فيكلمها مثلًا بأسلوب مش حلو، دي كانت مشكلة واحدة يعني على الجروبات، يكلمها بأسلوب مش حلو، يعمل لها بلوك وعلى طول يتخانقوا. إيه ده؟ فترة الخطوبة دي فترة تعارُف، إحنا بنتعرّف على بعض. وعلى فكرة يعني إيه، يعني المفروض إن إحنا فعلًا ناخدها بمحمل الجدية. فإحنا بنتكلم عشان نتعرّف على بعض، مش عشان نحب في بعض بقى بطريقة over وزيادة وفيها حرمانية. لأ طبعًا، كل واحد بيشوف صفات التاني وبيشوف عيوب التاني قبل ما بيشوف مميزاته، عشان يحس إن هو كان فعلًا أنا هاقدر أتأقلم مع العيوب دي وأتعايش معاها والّا لأ. فحتّة إن أنتِ أول ما تلاقي خطيبِك بيعمل لِك بلوك، مش مهتم بيكِ، بيكبّر المواضيع. واحدة قبل كده بعتت لرضوى الشربيني قالت لها مسكها ادّاها حتّة علقة قبل فرحها بكام يوم. طب معلش، اللي بيضرب ده في فترة الخطوبة، بعد الجواز هتعمل إيه؟ لا، لا، لا يا جماعة، في والمشكلة إن أهلها بيقنعوها إن هي لازم تكمّل عشان الفرح وهكذا. فرح إيه يا جماعة؟ فرح إيه؟ الكلام ده مش صح والكلام ده غلط جدًا. فترة الخطوبة دي أنتِ بتلاقي فيها كده علامات، ربنا بيدّيكِ علامات ما دام أنتِ نيتِك كويسة وإنسانة محترمة ومحافظة على نفسِك وقريبة من ربنا ومش بتسيبي صلاتِك، تعرفي إن فترة الخطوبة دي فترة علامات من ربنا. ربنا بيدّيكِ علامات، يا إما علامات مبشرة وخير، يا إما علامات بتخلّيني إن أنا أبعد وما أكمّلش في الموضوع، سواء منّه أو من أهله. وما حدّش يقول لي إيه، هو هيعيش معاها، أنتِ هتعيشي معاه هو مش هتعيشي مع أهله. لأ طبعًا الكلام ده مش صح. ربنا بيدّيكِ إشارات، لقيتِ إن هو بخيل. في مثلًا واحدة تقول لي ده إحنا لمّا بنروح كافيه بيخلّينا أنا اللي أدفع. فاللي هو إزاي حضرتك أصلًا كمّلتِ معاه بقية المشوار يعني؟ لقيتيه كده، لأ أنتِ ما تدفعيش ولا مليم وخدي تاكسي وروّحي على بيت أبوكِ. كده الشخصية دي لا تصلح، لا تصلح، ده ما يعرفش يعني إيه أصلًا جواز. ومش لازم إن أنت تقعّدها في كافيه غالي، ومش لازم إن أنت تروح تعشّيها برّه، لأ طبعًا. يا إمّا تكون راجل بجد، يا إمّا ما ينفعش أصلًا إن أنتِ تكمّلي. واحدة مثلًا تقول لي حماتها شتمتها هي وأهلها. إيه ده؟ sorry، يعني تشتم مين؟ هنا نوقّف، حتى لو هو إنسان كويس فبرضه ما ينفعش. في أساسيات وحاجات كده لازم تكون متواجدة، لو مش موجودة خلاص ما تكمّليش.
واحدة مثلًا بتقول إن خطيبها ما بيسألش عنها خالص، ويوم ما بيكلمها زي ما يكون بيكلم واحد صاحبه. طب هي هتعرفك إزاي؟ هي هتتعرف عليك إزاي؟ وما نقولش المعرفة إن أنتم بقى إيه تاخدوا على بعض بطريقة over، لأ. الأسرة المنضبطة والأسرة اللي هي سوية نفسيًا كده، فاهمين، عاملين كده قواعد في بيوتهم. بتلاقي الأب والأم لأ، هو ما ينفعش يكلمِك مثلًا بعد الساعة 12:00، ما ينفعش لمّا يخرج معاكِ يتأخر عن الساعة 21:00، فعاملين ضوابط كده وقواعد، وهو الأفضل إن هُم ما يخرجوش أصلًا. بس ما علينا. لكن ما بيجيش يزورِك في البيت، طب معلش هتتعرفي عليه إزاي؟ هتعرفي أخلاقه إزاي؟ هتكتشفيه بعد الجواز؟ دي كارثة. أُمّال الخطوبة معمولة ليه؟ معمولة علشان إحنا نتعرف على بعض، وزي ما قُلت لكم كل واحد يكتشف عيوب التاني ويشوف هيتأقلم معاها والّا لأ. من أساسيات برضه يا بنات فترة الخطوبة إن أنتِ ما تبقيش over. يعني إيه؟ يعني ما تبقيش مدلوقة عليه، ما تبقيش أنتِ اللي كل شوية بتتصلي بيه زي ما يكون بتراقبيه، وعايزة تعرفي هو بيكلم مين. لو أنتِ شاكة فيه في فترة الخطوبة وحاسة إن في حاجة غلط، ابعدي، ما تكمليش. أهم أساسيات الجواز إن أنتِ تحسّي بالأمان في الشخص اللي أنتِ مرتبطة بيه. فأنتِ من أولها بتدوّري وعايزة، واحدة باعتة يعني مشكلة في جروب وكده بتقول إن أنا عايزة برنامج أعرف إن أنا أتجسّس عليه وأعرف هو بيكلّم مين، لإن بيفضل يكلّم wait يعني لغاية الساعة 7:00 ص. ولمّا بتسأله طَب أنت بتكلّم مين، بيقول لها باحل مشاكل واحد صاحبي. فبتقول أنا مش متطمنة ومش مرتاحة والشك هيموتني والجو ده. طيب، مبدئيًا أنتِ شاكة فيه وشايفة إن في حاجة غلط، وحاسة إن هو مش مديكِ الاهتمام اللي أنتِ عايزاه، وأصلًا خلاص هو وصّلِك لمرحلة عدم الأمان، أنتِ خرجتِ خلاص من منطقة الراحة، دلوقتي في منطقة الشك. فهنا أنا والله العظيم نصيحة أختِك الكبيرة، وقّفي ما تكمّليش. كل واحدة شاكة في خطيبها وشاكة إن هو بيخونها وشاكة إن هو بيحوّر عليها، ما تكمّليش. ليه؟ لإن أنتِ مش هتكمّلي بعد الجواز. أنتِ اللي هتطلبي الطلاق بعد الجواز. طب وليه؟ من البداية ربنا أهو بيديكِ علامات وبيديكِ إشارات إن أنتِ ما تكمّليش. أساسيات إن أنتِ تدخلي الجواز وتدخلي مرحلة الزواج وتعملي فرح وتبقي مبسوطة، الراحة والأمان، إن أنتِ تكوني حاسة بالأمان مع الراجل اللي أنتِ مرتبطة بيه، ما تبقيش حاسة إن أنتِ مهددة، أو ما تبقيش حاسة إن أنتِ شاكة فيه وعايزة تتجسسي عليه وتدوّري عليه وأنتِ لسه مخطوبة. أومال هتعملي إيه بعد الجواز؟ معلش يعني، ده أنتِ لسه ما بقيتيش في بيته. فلا يا بنات، في أساسيات كده اوعوا تستغنوا عنها واوعوا تتنازلوا عنها. في حاجات برضه الستات برضه بتعملها، يعني مش كل الرجالة. في حاجات مش حلوة الستات بتعملها أو البنات يعني اللي هي بتبقى مخطوبة بتعملها. الزن، واحنا بصراحة الستات بارعين أوي في حتة الزن دي. الزن إن هو لو مردش مرة بارن عليه 100 مرة هترد، يعني هترد. طب في رجالة بقى بيبقى ماشي صح وتمام ولا بيخونك ولا أي حاجة، بس هو انتي بتعملي كده، طب والله ما أنا راضت. فحتة الزن الكتير دي بلاش منها. كل ما بتتقلي على الراجل اللي قدامك، كل ما هو هيحبك أكتر وهيتعلق بيك أكتر. كل ما هتبقي بالنسبة له غامضة وعايز يتعرف عليكِ وعايز يعرف إيه الشخصية دي، هادية كده ليه، يعني ما بتعملش ليه. يعني الرجالة متعودين من الستات أو من البنات على المشاكل دايمًا. طب هي ليه ساكتة كده، طب ليه هي ما بتهتمش. بيبقى عنده فضول إن هو يهتم بيكِ، على عكس اللي هي بتبقى مدلوقة وتتصل بيه 24 ساعة وأنت فين، طب أنت ما جيتش ليه، طب أنت اتأخرت، طب أنت قُلت لي هتكلمني الساعة 7 ودلوقتي 7:15. الربع ساعة برضه الزن، إحنا بارعين في النقطة دي بصراحة، والشيطان بيبقى مسيطر علينا جدًا وده مش صح. نحاول كده إن إحنا كده نهدى ونهدّي هرموناتنا وإيه، وما ننفعلش. وحاولي إن أنتِ تبيّني العقل والحكمة والتُقل كده اللي على أصوله، ما تبقيش حاسة بنت هبلة، ما تبقيش بنت هبلة في نفسِك. خليكِ البت العاقلة الواعية الراكزة كده، اللي عارفة قيمة نفسها وعارفة بتتكلم إمتى والكلمة بتطلعها بحساب، مش بتقول أي هبل وخلاص قدام حماتك. عارفة بتتكلمي إزاي وبتقعدي إزاي وتبصي إزاي. أنا باحب البنت الواعية الفايقة لنفسها كده، مش باحب البنت الهبلة اللي تقول أنا على نياتي. لا يا حبيبتي، على نيتِك دي يبقى خليكِ قاعدة في بيت أهلِك، مش هتنفع كده. فدي بعض الحاجات اللي أنا كانت لافتة نظري الفترة اللي فاتت، وكل مرة أقرا مشكلة شكل
وحبيت ان انا نجمعها لكم كده في مجموعة افكار. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب كده يكون فيديو خفيف لطيف ظريف. وما تنسيش لما تبقي مخنوقة ومتضايقة ما تطلعيش خنقتك وضيقتك على الراجل اللي معاكي، لا فوقي لنفسك. محدش هيستحملك غير نفسك. ويلا بقى قوموا اعملوا كده نفسكم كوباية قهوة أو كوباية نسكافيه أو أيا كان. فرفشوا عن نفسكم وحبوا نفسكم قبل ما تحبوا أي حد تاني. يا ريت تشترك في القناة وتفعيل الجرس، واللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد سعيد عليكم. باي باي.